اهلا وسهلا بيكم في قناة محمد شهاب على اليوتيوب المتخصصة في مراجعة البرفانات ومنتجات ايفون. وخصوصا كل المنتجات وخصوصا المكياج والبرفانات. النهاردة هنتكلم على ريفيو كامل على برفان إليت جنتلمان، البرفان الشخصية الأنيقة والجذابة من عيلة الأخشاب والزهور الشرقية. استنوني. رجعنا مع بعض نبدأ نتكلم على برفان إليت جنتلمان، برفان الشخصية الجذابة والأنيقة اللي اتعمل سنة 2013. مكوناته أو هو برفان من عيلة الزهور الشرقية والأخشاب. حجمه 75 مللي، تركيزه أودو تواليت، ثباته بيقعد من ساعتين ل4 ساعات، بس هو بيقعد 4 ساعات واكتر كمان شوية. هنبدأ نرشه مع بعض. ده شكل الإزازة نفسها ودي شكل العلبة. تمام، هي برفانة 75 مللي. أنا راشش ده على ورقة بقالها ساعة، ودي على ورقة بقالها 4 ساعات. نرش بقى دلوقتي مع بعض. اوه، البرفان ريحته مالي في المكان. يا ريتكم معايا. بس برضو زي ما احنا متفقين، اللي حابب يجرب اي برفان من ايفون يقدر يكلمني على رقمي او يبعت لي على الواتساب او جروب التليجرام، ونحدد مع بعض ميعاد ونتقابل ويجرب البرفان اللي هو عايزه. وخصوصا البرفانات اللي انا عامل عليها ريفيو هتلاقوها في قائمة كاملة ليها. اللمسة العطرية للبرفان ده هو خشب الأرز ونبات الهالي. يعني أكتر حاجة بتكون ظاهرة فيه اللي هو خشب الأرز، ريحة خشب الأرز. الطبقة العلوية فيه اللي هي أول ربع ساعة كده بتلاقي البرجموت والريحان والحبهان، دي المكونات الأولانية بتاعته. قلب البرفان هتلاقي خشب الصنوبر، ريحة أخشاب الصنوبر. وقاعدة البرفان هي أخشاب الأرز والكونياك وريحة اللبان. ملخص كلامي، البرفان إليت جنتلمان هو البرفان المثالي للراجل شخصيته جذابة وشخصيته والراجل الأنيق، وكمان اللي من صفات شخصيته إن هو بيحب يكون الافضل. البرفان ده هيكون مثالي ليه. بالنسبه لسعره هو بيختلف على حسب الكتالوج، فعلى حسب الوقت اللي انت هتسالني فيه هقول لك سعره، فتبعت لي او تكلمني على رقمي او تبعت لي على الواتساب او جروب التليجرام اللي موجود في الوصف عندك تحت. لو عجبك الفيديو اعمل لايك. لو شايف ان هو محتوى قيم ويستاهل ان انت تشاركه اعمل له شير. كمان لو لسه ما اشتركتش في القناه يشرفني اشتراكك عشان تتابع كل جديد عن شركه ايفون. شكرا جدا ليك، سلام.